بيقول الشاعر، ما أعرف أبو نواس أو المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. يعني لا شك أنه نحن بمرحلة دقيقة جدا يعني من عمر سوريا الحديثة، سوريا الحرة. طبعا الشيء اللي صار يعني بهالشهرين، بهالثلاث شهور، شكل صدمة كبيرة للعالم كله، للعالم العربي والغربي. أكيد سقوط نظام الأسد اللي هو معروف يعني بإجرامه، وكل العالم بيعرف يعني عشرات السنين نظام الأسد كان معروف كيف ماسك وكيف حاكم سوريا، وآخر 13 14 سنة أيضا ما في دولة في العالم ولا في جهة ما بتعرف حجم الجرائم اللي كانت عم تصير. وكل هدول اللي كانوا هلا يعني استغربوا المظاهر وهالفيديوهات، هذا كله يعني يضحك على اللحى. أمر معروف كيف كان عم يعمل نظام بشار وأزلامه ومرتزقته وجيشه، جيش أبو شحاطة المجرم، وتصدير المخدرات والكبتاجون وتصنيع. وهلا شفتوا شو اكتشفوا على الحدود اللبنانية بهالبلدات والقرى اللي حرروها من كم يوم؟ شفتوا المطابع الكتير دقيقة اللي عم تطبع دولارات؟ شفتوا مصانع الحشيش والكبتاجون بكل مكان؟ شيء غريب، شيء غريب. يعني شو هالدولة هي اللي كانت يعني على أساس دولة؟ المهم، هلأ الشيء اللي صار ووصول يعني أحمد الشرع وجماعته إلى الحكم وتنصيبه كرئيس، أكيد ما رح يعجب كثير ناس. يعني هذا أمر مفروغ منه، إنه في كثير ناس من الداخل ومن الخارج يعني متحفزين وبحالة عداء يعني ظاهر أو مخفي. ولا شك أنه في مؤامرات عم تحاك في السر، منها عم يتسرب ومنها ما عم يتسرب. أكيد نحن يعني والسوريين بشكل عام وأينما كانوا موجودين في الداخل والخارج لازم نكون على درجة من الوعي والحرص على الثورة وعلى الشيء اللي صار بسوريا لأقصى الحدود. يعني ما مثل أنا بحب العبارة يعني خلي السلاح صاحي، خلي الناس دائما على يقظة. أكيد نحن في عنا ثقة يعني بوعي الناس اللي استلموا الحكم، في عنا ثقة بشدة حرصهم على شيء، ولكن لا تركنوا إلى هؤلاء، خاصة الشبيحة اللي موجودين في الداخل. يعني عم نسمع كل يوم على أسماء دخلت، اعتقلت كم يوم أو كم ساعة وتم إخلاء سبيلها وصار تسويات، وفي أسماء مع أنه معروفة بإجرام وموثقة، يعني في وثائق، في فيديوهات، في صور، في شهادات عن هدول الناس وإجرامهم بحق أبناء الثورة وأبناء الشعب السوري. أكيد المعلومات اللي موجودة عند النظام الجديد الحاكم بسوريا قد لا تكون كاملة، والصورة قد لا تكون واضحة. فبيجي هون دور الناس اللي موجودين حولهم، اللي هن داعمين، ولكن ممكن يكون ما عندهم يعني ما عندهم معلومات كافية. تجميع المعلومات مهم. أهم شيء بالمحافظة على أي نظام، على أي شركة، هي المعلومات. المعلومات كثير مهمة. كل إنسان عنده معرفة، عنده بيعرف انه فلان الفلاني عمل كذا. طبعا ما يكون في الامر مثل ما كان على ايام نظام الاسد، تقارير كيديه وغيره. لا، الناس لازم تكون عندها حرص ووعي انه نحن في بلد لازم تنبنى، يعني بلد عم تطلع من تحت الركام بشكل فعلي، يعني بشكل حقيقي. بناء هالبلد بيتطلب تضافر الجهود كلها، والمعلومات شيء حيوي وأساسي. يعني الدعم المادي مهم، والدعم المعلوماتي مهم أيضا، لأنه هدول الناس اللي فقدوا الأوراق الرابحة، اللي فقدوا السلطة، اللي فقدوا مصادر الرزق تبعهم اللي بالحرام طبعا من كافة المستويات، راح يحاولوا المستحيل لحتى يرجعوا يحصلوا على مصالح وعلى امور تقدر ترجع تجيب لهم اموال مثل ما كانت عم توصلهم باي طرق.
بأي طريقة. فما لازم نحن نكون يعني سذج، لازم الناس تكون على درجة من الوعي وتراقب اللي حوله وتشوف شو عم يصير، وتوصل أي معلومات بتحصل عليها أو كانت عندها للجهات المعنية. الأسماء اللي سمعناها بهالفترة اللي هن يعني على أساس عملوا تسويات، لا يمكن يكون هذا الشيء يعني لمصلحة البلد ولمصلحة الشعب ولمصلحة النظام الحاكم الحالي، لأنه هدول الناس يعني لا يتورعوا عن فعل أي شيء. يعني أكيد الوضع لسه مقلقل وبده شوي ليستقر، ولكن من الآن الحقيقة معاقبة هدول الناس اللي أجرموا واللي سرقوا واللي ابتزوا واللي هددوا، حتى اللي هددوا بالتهديد، يعني الكلمة أحيانا أسوأ من السيف. فهدول كلهم لازم يتعاقبوا، ولازم يمتنعوا عن التواصل، لازم ينحجزوا، لازم يعني ينعمل أي شيء بحيث أنه بتر تام وعدم إمكانية لإجراء أي عمل مستفز أو أي عمل ضد الشعب وضد البلد. والله الموفق.